اهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهارده الجمعه واجازه وسهرانين وعاوزين نعمل حاجه حلوه للولاد، خصوصا ان الجو رجع يسقع تاني بالليل. عايزين حاجه حلوه تدفيهم. النهارده هنحضر مع بعض طريقه صينيه الرز المعمر في الفرن بالسمنه البلدي والقشطه، وهقولك ازاي تطلعي وش الصينيه او الطاجن باللون الجميل ده ويبقى عامل طبقه جميله كده الطعم واللون. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد، وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان الكل يستفيد. طبق جميل وبيتحضر في ثواني ومش هياخد منك لا وقت ولا مجهود. يلا بينا نسمي الله ونقول مقاديرنا. معايا معلقتين كبار من القشطه، وش اللبن كنت غلياه قبل كده وخدت منه الوش بتاعه. ومعايا كوبايتين من الرز اللي بالمج اللي هو العادي بتاع الشاي العادي. ومعايا كيلو لبن كامل الدسم. غالية اللبن ويبقى سخن معاكي لدرجة الغليان. هنيجي بقى نحضر الصينية بتاعتنا. اول حاجة هنحطها على اللبن هي السكر. هنزل ب5 معالق كبار من السكر على اللبن، وطبعا كمية السكر ترجع لحسب رغبتك. يعني انا ال5 معالق دول يعني كان الرز محتاج سكر تاني، فانتي ممكن تدوقيه قبل ما تضيفيه للرز. لو لقيتيه محتاج سكر حطيله. انا حطيت من 5 ل6 معالق كبار. هندوب السكر في اللبن، وفي الوقت ده نكون مولعين الفرن من تحت ومن فوق. اهم حاجة الشواية تبقى والعة في اول الدخول الصينية الفرن، لان دي هي اللي بتخلي الرز يعمل معانا الطبقة الجميلة اللي انتوا شفتوها دي. خلاص هنقلب الرز بقى السكر اسفه في اللبن، وبعد كده هنجيب الصينيه بتاعتنا او الطاجن. معايا صينيه مقاس 26، هنزل فيها بكوبايتين الرز بعد ما غسلته وحطيته في مصفى يتصفى. هقوم حاطه بقى الرز في قلب الصينيه زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هقوم نازله باللبن بتاعي. اللبن لازم يكون كامل الدسم يا جماعه، من عند لبان كده يكون مضمون وانتوا عارفينه، علشان خاطر القشطه بتاعت اللبن هي اللي بتدي طعم ولون جميل قوي للرز المعمر. هنضيف اللبن بتاعنا، وبعد كده هنقوم نازلين بمعلقتين كبار من السمنه البلدي او اي نوع سمنه عندك. ممكن تحطي زبده، ممكن تحطي سمنه نباتي، اللي موجود عندك حطيه. انا كان عندي معلقتين كبار كده من السمنه البلدي حطيتهم، وقمت نازله كمان بمعلقتين كبار من القشطه. يعني لبن تكوني كده قبليها بليله غلياه وشايله القشطه بتاعته على جنب. هتطلعي القشطه وتحطيها، بتدي لون جميل جدا جدا لصينيه الرز المعمر. وبس كده هنديله تقليبه وندخله الفرن. هيقعد معايا في الفرن حوالي من 40 دقيقة ل50 دقيقة على نار متوسطة، وهنحطه على الشبكة على الرف الأولاني من تحت، ونكون مشغلين الشواية من فوق ومن تحت. طب انا ما عنديش الفرن اللي هو بيشتغلوا الاتنين مع بعض. هنشغل الشواية الاول، الوش يحمر، وبعد كده لان القشطة والسمنة البلدي مع الغليان بتاع اللبن بتعمل طبقة. الطبقة دي زي ما انتوا شايفين كده بتقب وبتقوم محمرة، بتدينا الشكل الجميل ده. تشغلي الشواية الاول وبعد كده تقومي مشغلة من تحت. واديكوا شايفين اهو منظره في الفرن عامل ازاي، ولما طلع معايا من الفرن شكله بقى عامل ازاي. ما شاء الله جميل، وريحته كانت قلب البيت. حاجة كده جميلة وتدفي في الساعة اللي احنا فيها دي. ما شاء الله طعمه جميل وتغيير، وما خدتش مننا وقت ولا مجهود. هي بس كوبايتين الرز وكيلو اللبن، وهتقومي تحضري احلى صينية رز معمر من ايدك، احلى من الفلاحين نفسهم كمان. اظن بتشوفوا الطواجن بتاعت الرز المعمر في المطاعم وعند الفلاحين بتبقى شكلها عاملة ازاي. النهاردة هنحضرها في البيت بكل سهولة وبمقادير بسيطة جدا، وهتطلع معاكي في منتهى الجمال. الرز مستوي وطعمه جميل وسكره مظبوط، حاجة كده ما شاء الله تفتح النفس وتشرف لأي حد ياكلها من ايدك. لو وصلتوا بقى معايا لغاية هنا في الفيديو، اوعوا تنسوا تحطوا اللايك وتكتبوا لي كومنت حلو كده وتقولي لي انتوا بتتابعوني منين. ولو عايزين تسألوا على اي حاجة في الوصفة اكتبوا لي. ولو عندكم اقتراحات لأكلات تانية نفسكم فيها ان انا اعملها برضو قولوا لي عليها وانا من عيني اعملها. كل سنة وانتوا طيبين، شم النسيم قرب واكيد بتتجمعوا في يوم زي ده. ما شاء الله اعملوا لهم احلى سهرة كده، واحلى ما عندك قدميه لهم للولاد وللأسرة.
وتاكلوه بألف هنا وشفا. عاوزاكم تعملوه بقى بالطريقة دي وتقولوا لي في رأيكم. هستنى تعليقاتكم الجميلة، ويا ريت تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل يوم وصفاتنا اللي بنقدمها. حاجة كده ما شاء الله تفتح النفس. شاركوا الفيديو مع أصحابكم اللي بيحبوا وقفة المطبخ عشان يتعلموا الوصفة، وإن شاء الله الكل يستفيد. هستنى تعليقاتكم الجميلة والإعجاب للفيديو. أتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم. دمتم في رعاية الله وفي حفظه وفي أمان.